ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس وده فيديو جديد، والفيديو ده للناس اللي هي يعني موفرة مش قوي، يعني عشان الحاجات اللي فيه برضو مش عارفة بالنسبة لكم تبقى موفرة ولا لأ. بس للناس اللي هي بتحب قبل ما تشتري تبقى متأكدة الحاجة دي مناسبة ليها ولا لأ. الحاجات اللي هنتكلم عليها كلها النهاردة منتجات مشهورة جدا، كلها ترافل سايز، وهقول لكم ايه اللي تشتروه فعلا فول سايز وايه لأ. المنتجات دي كلها تقدروا تشتروها من كذا مكان دلوقتي في مصر، في اماكن كتير فاتحه عامه تشتروا منها حاجات اوريجينال 100%. زي تروحوا سيتي ستارز، عندكم محلين، دي احسن حاجه وانسب حل. ايه هما؟ واحد اسمه اي بي سي كوريا شوب، والتاني اسمه لادي دوت كوم. في بقى كمان على طلبات هتلاقوا في الصيدليات، هتلاقوا كمان في بريدفاست. والحاجات دي الميزه ان انت سهل لو بعد الشهر طلع المنتج مش اوريجينال تروحي تشتكي وترجعي الحاجات دي، ولو زنقت معاك روحي افضحيهم في كل حته. خلينا نبدا مع بعض باول حاجه. اولا كده خلينا نتكلم مثلا على الحاجات اللي هي بتاعت كوزريكس، اللاين المشهور قوي ده، اللي هو الاربع حاجات دول، اللي هو الغسول والكريم والاسنس والاي كريم. ايه اللي انتي تشتريه وايه لا؟ الاي كريم حرفيا لو رحتي جبتي كريم ايفا المعفن اللي ب50 جنيه ده هيديلك نفس النتيجه بتاعه الترطيب. هو طبعا ده اخف وبروفيشنال اكتر، بس ستيل كريم ترطيب عادي، فده لا، ما تشتريش منه فول سايز. الحاجه اللي بعد كده وهو الاول ان وان كريم. ده الكريم اللي هو يقعدوا يمسكوه يعملوا كده، ده بالنسبه لي كان ممتاز وحلو جدا جدا جدا، ولكن هو كتجربه ما فيهوش حاجه مميزه، يعني هو مش بيعمل حاجه فظيعه خطيره، هو مجرد كريم ترطيب وترميم للبشره. فبالنسبه لي الترافل سايز كان كفايه، من وجهه نظري مش محتاجه تجيبي منه الفول سايز. ولكن لو هو عجبك وشايفاه مرطب خفيف وحلو، وهو على فكره بالمناسبه ينفع للناس اللي بشرتها كل انواع البشره، غير البشرات اللي هي بتتلكك عشان تطلع حبوب، يعني اي نوع بشره حتى لو دهنيه عادي. الحاجه اللي بعد كده الجل كلانزر بتاع كوزريكس، ده خطير، ودي تاني واحده اجيبها. مرضتش اجيب الفول سايز بس جبت من الترافل سايز 2. الغسول ده حلو جدا جدا جدا، بحبه قوي، برضه مناسب لكل انواع البشره. حتى لو بشرتك بتتلكك عشان تطلع حبوب مش هيعمل حاجه، بس لو هي فيها حبوب بلاش. الاسنس ده من الحاجات اللي انا بحبها قوي، وده ارشحه للناس اللي هي عايزه حاجه ترمم بشرتها بعد الشيفنج، محتاجه ترطيب. في الشتاء هيبقى خطير، في الصيف مش قوي، هتحسي ان هو حاجه كده زياده، ولكن بعد ما تعملي حلقه للوش في الصيف هتهديلك بشرتك قوي، خصوصا لو اتعورتي كانه بيساعدها تتشفي كده. فده هو كبير قوي الفول سايز بتاعه، فانا شايفه ان فاكس مش محتاجاه يعني. نتكلم على حاجه تانية زي الميكسن فيس واش، وده مش مناسب غير لكل انواع البشره ما عدا البشرات الدهنيه. بشرتك دهنيه مختلطه مايله للدهنيه، بجد الغسول ده هيبقى سيء جدا بالنسبه لك. ولكن الناس اللي بشرتها حساسه عاديه، مختلطه مايله للجفاف، الغسول ده هيبقى رائع بالنسبه لكم. الغسول بجد بينظف بطريقه جنتل جدا، ولكن هي مش كفايه تماما للناس اللي بشرتها دهنيه خصوصا في الصيف. ولو انت بشرتك السكين بارير بتاعك فيه مشاكل، حاجز بشرتك متدمر، عندك التهابات في بشرتك، اتحرقتي مثلا بعد الشر، اتعورتي، اي حاجه، ده بجد هيبقى خطير معاكي. نتكلم عن حاجات موجوده بشكل اسهل شويه. نتكلم عن حاجه مصريه. الغسول ده بتاع انفينيتي، الغسول ده حلو جدا جدا، مناسب للبشرات المختلطه اكتر حاجه، سواء مختلطه مايله للدهنيه او مختلطه مايله للجفاف. غسول لذيذ لطيف، وده هيعجبك وهتشتري منه الفول سايز يعني، فده حبيته. الحاجه اللي بعد كده الديرما اي فيتامين سي كونسنتريتد سيرم. السيرم ده يا جماعه سيرم فيتامين سي قوي جدا، نضاره تحفه. بيدي، عارفين لما يبقوا المشكله بتاعت ان البشره تحسوا انها بتعاني من الاكسده، هيبقى فظيع. ده فظيع فظيع فظيع، حلو جدا. ولكن هو ما ينفعش تماما مع البشرات الحساسه، ما ينفعش للناس اللي عندها تعوير في البشرة، عندك التهابات، عندك اي مشاكل مخليه بشرتك مش في الكونديشن الطبيعيه بتاعتها، لا، حبوب ما ينفعش. غير كده هو رائع بجد. الحاجه اللي بعد كده من كوزريكس الهيلورونيك اسيد والناج والامينو اسيدز سكين بوستر، ده تونر. ده لما بتحطيه وانتي بشرتك لسه عامله شيبنج بتشكشكك شويه، ولكن هو بجد حلو قوي للبشره. بتحسي ان بشرتك حلوه، عارفين لما تحسي انت حطيتي حاجه وبشرتك كانها، مش عارفه اشرح، بس كأن بشرتك شكلها حلو، بيخلي
السكين كواليتي نفسها حلوه، كأن جوده بشرتي اتحسنت، فاهمين حاجه؟ فده حلو قوي يا جماعه. وده يعني بالنسبه لي انا اللي هو السايز اللي هو 30 مللي ده كان كفايه، مش محتاجه منه اشتري فول سايز بصراحه. ده تشتروا منه فول سايز عشان حلو قوي لو هو مناسب طبعا ان بشرتكم زي ما انا شرحت. بعد كده الكلارس ميد نايت بلو كالمينج كريم. ده كريم لونه ازرق من جوه، ده كريم مهدئ للبشره. يعني ده تحطيه وانتي بشرتك بجد تحسي ان انتي جايه متعرضه من الشمس وبشرتك ملتهبه او حاجه او محروقه كده من الشمس، بتحطيه بشرتك بجد بتهدى. ده رائع. وده انا يعني شايفه ان لو انتي بشرتك من النوع الحساسه او بيجيلك اكزيما، بيحصل لك اي مشاكل في بشرتك خصوصا في الشتاء، تحطيه على بشرتك سحر كده، اللي هو في ظرف 24 ساعه وكل حاجه بتهدى. بعد كده الكيلز اللي هو الرير ايرث بور مينيمايزنج كلاي ماسك. بصراحه ما حبيتوش، حاسه ان هو اوفر ريتد قوي. وكيلز عامه بحس انها براند اوفر ريتد في العموم. الماسك ده يعني المفروض ان هو ينظف المسام، يشيل الزيوت الزياده ويخلي شكل المسام انعم. انا ما حسيتش ان هو بيعمل كل ده عادي يعني. ممكن اي ماسك حرفيا تشتريه مصري يعمل كل ده. في نفس الوقت هو بيسيب بواقي ورواسب بيضه بتخنقني، بضطر اغسلها تاني بغسول غيره، فده حاجه مش عمليه خالص بالنسبه لي. بعد كده الجلو ريسيبي ووتر ميلون بي اتش اي و اي اتش اي تونر. هو حلو مش وحش، ولكن هو الهايب اللي كانت عليه كانت عاليه زياده عن اللزوم، لدرجه اللي هو ايه الافوره اللي انتوا فيها دي يا جدعان. بس هل هو وحش؟ لا، هو حلو جدا على فكره. الحاجات دي كلها يا جماعه تقدروا تشتروها من على يس ستايل كمان. يس ستايل هو ويب سايت كوري عليه كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي، وما بياخدوش جمارك. ولما بتدفعي جمارك بتروحي ترفعي السعر او الفاتوره على الويب سايت وبيرجع لك الجمارك بتاعتك. فهو حلو للبشره عادي، وبيعمل زي تقشير خفيف كده، بس هو محتاج عوامل مساعده معاه، يعني محتاج منتجات تساعدك ان انت توصلي للنتيجه اللي انت عاوزاها. بعد كده الايزو هايدرين، وده عادي هتلاقيه في الصيدليات وهتلاقيه في نون وكل حاجه. ده مش فاكره براند ايه كده، بس هو ليه توكيل هنا في مصر. ده كريم مرطب نايت كريم، حلو قوي 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 لو انت عايزه حاجه تديكي ترطيب، تعمل يعني تخلي بشرتك كده مترطبه حلوه لذيذه، بيغذي البشره كده. فلا حبيته يعني، ما فيهوش حاجه فظيعه، بس هو ريبيرنج كده، حبيته. الحاجة اللي بعد كده وهو اللو بي اتش نياسيامايد مايسلر كلينزينج ووتر. ده زي ميك اب ريموفر كده، معمول للبشرات الدهنيه، وهو لو بي اتش فهو مناسب للبشرات الحساسه. ولكن عشان هو فيه نياسيامايد ما رشحش ان حد يمسح بيه الميك اب بتاع العين، ولكن هو للعين مش وحش، بس ستيل انا برشحه للوش اكتر. فلو انت بشرتك دهنيه قوي، بشرتك فيها حبوب اوريدي، ممكن تشتريه وتجيبيه، لان معظم المايسلرز ووتر المايسلر ووترز الموجوده بتبقى شويه رخمه في انها بتحسسك ان انت بشرتك مزيته او بتسيب بواقي كده. لكن اوفرول انا حبيته. بس كده. لو عايزين بارت 2 قولوا لي، لو حاسين ان انتوا مش مهتمين قوي بفكره زي دي برضو قولوا لي عادي، مش هعملها لكم تاني. وبس يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، اشوفكم الفيديو اللي جاي.